رأيك لما نشوف اي حاجة مش عاجباك نعيب عليها ونقول ايه ده، هي ازاي لابسة كده؟ هي ازاي تخنت كده؟ هي ازاي رفيعة كده؟ هي ازاي اخلاقها وحشة كده؟ هي ازاي العربية دي معفنة كده؟ هو ازاي الواد ده قليل ادب ومش متربي؟ هي ازاي البنت دي مش عارف مبينة شعرها ودراعها ومش عارف ايه اللي حصل. يا جماعة، التعييب على حد دي حاجة وحشة جدا ونقمة كبيرة جدا، وهتعمل لك كوارث في حياتك. ايه ده؟ ازاي هو بيتكلم بالطريقة دي طريقته فلاحي قوي، رغم ان في ناس يعني بتعتبر كلمة فلاحي دي عيب، يعني رغم ان الفلاحين دول اصل مصر كلها 90% مصريين اصولهم فلاحين. والفلاح ده هو اللي بيزرع ارضك وبيعملها. يعني الناس عقدوا الفلاحين لدرجة ان الفلاح بقى كاره نفسه انه فلاح، وشايف ان لما حد يقول له فلاح دي شتيمة. يا جماعة عيب بقى، عيب عيب العقد اللي مش حقيقية دي. يا جماعة عيب، ونحترم بعضنا شوية ونحترم اختلافاتنا. فما ينفعش ان انت تعيب على حد، حتى لو بيعمل حاجة حرام. ينفعش اقول للراجل ده بيسكر و بيعمل حاجات مش كويسة واقعد اعيب عليه. لا، ما حرام. هتقولي حرام ازاي؟ ده انا مش هقولك لا حرام. ليه؟ لان ربنا مقلب القلوب. يعني انت ممكن تكون دلوقتي انسان صالح وانسان كويس وحاسس ان انت ماشي في الطريق الصح، ربنا يغير قلبك تبقى انسان مش كويس، والحاجة اللي انت بتنتقدها تحصل فيك. فدايما دايما يعني انا كشخص والله عمري ما عيبت على حد او انتقدته، وده طبعا كان بيحصل زمان. الحمد لله دلوقتي علمت نفسي ان انا ما اعملش كده، غير ما عملت نفس الحاجة الوحشة اللي انا عيبت عليه فيها، سواء طريقة كلام، سواء مثلا حاجة هو جايبها مش عجباني، او موقف هو عمله مش عاجبني. لا، المفروض ان احنا نقول لما نشوف اي حاجة مش عجبانا او اي حاجة مش كويسة ربنا يعفو عنا ويعفو عنه. انت بتدعي لنفسك وليه ربنا يعفو عنا ويعفو عنه، لان يعفو عنه اللي بيعمل حاجة مش كويسة، ويعفو عنا احنا كمان لا بعد كده يحصل لنا حاجة ويغير قلبنا ونعمل كده، او نتحط في موقف ونعمل زي ما هو عمل. ادام ما اتحطتش في موقف يعني نفس موقفه، ما تعرفش انت ممكن تعمل زيه ولا لا، او اسوأ منه، او ممكن ما تعملش، او ممكن انت تكون كويس وشايف ان انت استحالة تعمل كده وربنا يغير قلبك وتعمل. فبلاش ان احنا نعيب على الناس، لان والله دايما لما بتعيب على حد في اي حاجة حتى لو كانت بسيطة وتافهة، حتى لو انت واخدها تريقة، ممكن تحصل لك. فدايما نقول ربنا يعفو عنا ويعفو عنه. ودايما نقول يعني ايه، حاول ان انت تقول ربنا يهديه وربنا يهدينا، ربنا ينور طريقنا، ربنا يهدينا، ربنا يبعد عننا الحاجات الوحشة. ما تحاولش تقعد تركز مع الناس. لو انت قادر ان انت تنصحه بطريقة كويسة الحمد لله كتر خيرك. مش قادر تنصحه وخلاص، ما تقعدش تبين او تحسس نفسك جوه نفسك ان انت احسن منه بكتير، ان انت واحد مؤمن، ان انت واحد اغنى، ان انت واحد بتتكلم بطريقة احسن، ان اللي قدامك ده حد وحش جدا، سواء دينيا سواء اخلاقيا سواء ماديا سواء تعليميا. ايه ده مش متعلم، ايه ده ما بينطق بطريقة مش لا. مين قالك ان انت ممكن ما تبقاش كده؟ مين قالك ان ممكن ما يبقاش حد عزيز عليك، ابنك او اختك او اخوك او والدتك او والدك يبقوا كده، او ابنك؟ مين قالك؟ او حد من قرايبك او حد انت عزيز عليك يعمل كده؟ مين قالك؟ فبلاش بقى الايه الجلد بتاع الناس. لا، شايف حاجة غلط حاول تنصح اللي قدامك بطريقة لطيفة كويسة. والله ما استجابش هو حر، فتقول ربنا يهديه وربنا يعفو عنا ويعفو عنه وخلاص، وانت ماشي بإذن الله على الطريق الصح. اما بقى نقعد نكبر في الموضوع ونعلق له مشانق وشوفوا واعملوا وبتاع، لا ده مش صح. ده مش صح. يعني ربنا يهدينا كلنا بجد. ودي طبعا انا كنت زمان بعمل كده، ولقيتني يعني من لا وعي اتحط في موقف اعمل الحاجه اللي كنت بعيب عليها، اقول يا نهار اسود، انا يعني انا ازاي عملت كده؟ ازاي انا كنت بعيب على الطريقه دي من الكلام؟ ازاي مثلا في الموقف ده حصل كذا؟ ليه؟ لان انت بتعيب. مين قالك انت واثق من نفسك قوي كده؟ واثق يعني بتقرا الغيب، واثق ان قلبك مش هيتغير؟ لا، ربنا مقلب قلوب، يعني ربنا يثبت قلبنا
على الحاجات الحلوة والحاجات الكويسة بإذن الله. فلازم يا جماعة ان احنا ما نقعدش نتريق على الناس. اي موقف حد قدامك عمله مش كويس، لو قدرت تنصحه وتفهمه ان الموقف ده مش حلو تمام، ما قدرتش تدعي لنفسك وتدعي له بس، وكان الله بالسر عليه.